باريش باكتاش يكسر حاجز الصمت. تزوجت لأكون أبا، لكن تنكشف الحقائق العاطفية بعد الانفصال. عندما ننظر إلى حياة المشاهير من بعيد، كثيرا ما نرى تألقا متألقا وقصص نجاح وسعادة لا تنتهي. لكن ما يحدث خلف الكواليس يمكن أن يكون مضطربا وعاطفيا ومفجعا في بعض الأحيان، مثل ما نختبره. إن زواج باريش باكتاش وغولهم باكتاش الذي انتهى بهدوء يحتوي بالضبط على مثل هذه القصة، قصة رحلة عميقة ومؤثرة وصادقة. باريش باكتاش هو أحد الأسماء التي كسبت القلوب من خلال أدائه على الشاشة ووضعيته في الآونة الأخيرة، وهو معروف بهدوئه وإخلاصه، فضل عن موهبته في الصناعة. لم يفضل أبدا أن يكون في دائرة الضوء. كان يتحدث دائما في مقابلته عن مشاريعه وتحليل الشخصية والقوة التحويلية للفن. ولكن هذه المرة كان الأمر مختلفا. هذه المرة نجده ليس تحت الأضواء، بل في محادثة حميمة ولأول مرة. تحدث بمثل هذا الصدق. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها علنا عن الانفصال الكبير وعن سبب انفصال عن جولوم باكتاش. وعندما بدأ يتكلم عبر بوضوح عن الحقيقة وراء كل ذلك. لقد تزوجت لأكون أبا. لقد كانت جملة قصيرة ولكنها قاسية، لأنه لم يكن يحمل في داخله الرغبة فحسب، بل كان يحمل أيضا تدمير الحلم. حلم صدى ضحكة طفل في غرفته، حلم تقطيع كعكة عيد ميلاد، حلم منزل تتجول فيه خطوات صغيرة. لكن الحياة لا تعني دائما أن يتشارك شخصان نفس الحلم. وواجه باريش أيضا هذا الواقع وقال بصدق: لقد تزوجت وكان حلمي أن أصبح أبا. لكن جولوم لم ترغب في إنجاب الأطفال. لقد كان هذا حقها الطبيعي، لكننا لم تمكن من اللقاء في تلك المرحلة. صوتها لم ينكسر، لم يلوم. لقد تحدث بهدوء. رجل يواجه الحقيقة ببساطة. ربما كان هناك القليل من الحزن في عينيها، لكن لم يكن هناك غضب فيهما. لأنني علمت أيضا أن الحب أحيانا لا يكفي. في بعض الأحيان تؤدي مسارات شخصين إلى أماكن مختلفة تماما، حتى لو كان يشتركان في نفس القلب. لم يكن انفصال باريش وغولوم دراما عامة مليئة بالأحداث والخلافات. على العكس من ذلك، كان وداعا تم برشاقة نادرة. ومن منطلق الاحترام المتبادل قرر عدم فرض مستقبل لا يستطيعان بنائه معا. وربما كان هذا أوضح مثال على النضج والتفاهم المتبادل. ولم يخفي باريش الصعوبات التي واجهها عندما تتزوج. تدخل من هذا الباب بالأحلام، ولكن ليس كل الأحلام تتحقق. وعندما لا يكون الأمر كذلك، عليك أن تبذل قصارى جهدك بما لديك. لم تعكس كلمته قصته فحسب، بل تعكس أيضا العذاب الداخلي الذي كان يعاني منه الآلاف من الناس. كم منا لم يضطر إلى تعلم كيفية توديع ألم عدم القدرة على عيش الحياة التي حلمنا بها. كم منا انفصل على الرغم من وقوعنا في الحب لأن مساراتنا لم تعد متوافقة. ما يجعل قصة باريش مميزة هي قوتها الهادئة. وعلى الرغم من أنه فتح قلبه بالكامل، إلا أنه لا يزال مليئا بالأمل. لم أتخنى عن حلمي بأن أصبح أبا. لقد تغير شكل هذا الحلم، ولعل هذا التصريح يجعل قصته لا نهاية لها، بل بداية جديدة. هو بطبيعة الحال أثر الانفصال الذي تعرض له أيضا على حياته المهنية. أصبح أكثر إنتاجية وكرس نفسه للمشاريع. ولكن وفقا لما قالته دائرته المقربة، قام باريش أيضا برحلة داخلية خلال هذه العملية. لقد أعاد اكتشاف نفسه، ما أراده ما يستحقه. ومن أكثر كلماته لفتا للانتباه هي العبارة التالية التي شاركها على وسائل التواصل الاجتماعي: أفضل أن أسير وحدي بوضوح على أن أقع في حب الارتباك. لقد أصبح هذا القول تقريبا شعارا تمت مشاركتها وكتابتها ورسمها من قبل العديد من الأشخاص، لأنها أشارت إلى حقيقة بسيطة ولكنها مؤثرة: السلام ضرورة تتجاوز الحب. تتمتع تصريحات باريش هذه بصدق نادرا ما يرى في عالم الصحافة الشعبية. أحد المشاهير يروي قصته الشخصية دون تهويل أو اتهام، كما هو يحرك كل من يراها قصتهم. هي في الواقع قصة أولئك الذين تركوا وحدهم، الذين تباعدت مساراتهم وعاشوا الخيبات، ولكن مع اختلاف. وهناك أيضا أمل في هذه القصة. ماذا يفعل باريش باكتاش الآن؟ الاستعداد للمشاريع الجديدة. استمر في العودة إلى المجموعات وإضفاء الحيوية على الشخصيات، ولكن هذه المرة بطريقة أعمق وأكثر نضجا وأكثر وعيا. وكما يؤكد هو نفسه في كل فرصة، فهو مصمم على حماية حياته الخاصة، لأن بعض القصص لا تحتاج إلى أن تعيش أمام الكاميرات. بعض اللحظات ملك لصاحبها فقط. عندما ننظر إلى باريش باكتاش اليوم، نرى أكثر من مجرد ممثل، شخص مصبوب بمشاعر حقيقية.
رجل لم يكتمل حلمه لكنه لم يفقد الأمل، قلب يحاول أن يبني القوة من هشاشته. إذن هذه القصة ليست مجرد قصة طلاق، هذه هي قصة الحب والأحلام والاختلافات والولادة. في الواقع إنه يحمل نغمات هادئة للولادة الجديدة بدلا من الوداع، لأنه بعد العاصفة الداخلية التي عاشها يرى بارش باغداش نفسه بوضوح لأول مرة في حياته. وربما جعلته هذه العملية ليس ممثلا أفضل فحسب، بل جعلته أيضا مفكرا أعمق وشخصا أكثر حساسية. كل يوم يمر بعد انفصالهما كان يعلم باريس شيئا آخر: السعادة الحقيقية لا تكمن في القوالب التي رسمها الآخرون، بل في حقيقته. وهذا بالضبط ما فعله. دخل إلى الصمت ليجد حقيقته، وابتعد قليلا عن الدعوات المضيئة والعروض التقديمية التي تظهر على الشاشة، لأنه كان من الضروري أولا إسكات الضجيج داخل النفس. هو بقي صامتا. قال صديق من الدائرة المقربة من باريس: كانت هذه هي المرة الأولى التي أراه صامتا إلى هذا الحد، ولكن كانت هناك حكمة في هذا الصمت. عندما تحدث لم تكن مجرد كلمات، بل كانت تجربة تتدفق من شفتيه. لكن باريس لم يقتصر على مواجهة ماضيه، وفي الوقت نفسه قرر السير نحو المستقبل بخطوات ثابتة. وقد تطوع مؤخرا لدعم مشروع المسؤولية الاجتماعية. أصبح وجه مؤسسة للأيتام، وقال: أن أكون أملا في حياة الطفل هو أصدق شعور بالنسبة لي كوالد. أظهرت هذه الكلمات أن حلمه في أن يصبح أبا لا يزال حيا ودافئا وغير قابل للكسر. قد لا يكون لديه طفل بيولوجي بعد، لكنه بدأ بالفعل في لمس عائلة أكبر بكثير بقلبه. لكن دوره الأهم الآن هو الحياة نفسها، لأنه تولى الدور القيادي في قصته الخاصة. يكتب السيناريو بقلبه وصوته الداخلي يهمس بسطوره، والآن مخرجه هو نفسه فقط. واليوم لم يعد يخجل من الأشياء التي كسرته، على العكس من ذلك فهو يتحدث عنهم بكل فخر، لأن باريس تعلم أن كل خسر يسمح للضوء بالدخول. وربما لهذا السبب أصبح رجلا مختلفا الآن، أبسط، أكثر واقعية، أقوى. كملاحظة أخيرة: إذا تحولت هذه القصة يوما ما إلى كتاب أو فيلم، فسيقول الملصق ببساطة: رحلة رجل يسير بقلبه ليجد نفسه مرة أخرى. ونحن كقراء ومشاهدين ومعجبين لا نراها من بعيد فقط وبينما يرويها نتذكرها أيضا. نحن نتحسن أيضا، لأن قصة باريس باغداش هي في الواقع قصة صلوات صامتة نحملها جميعا إلى مكان ما بداخلنا. إذا أعجبكم الفيديو الخاص بي لا تنسوا الاشتراك في القناة للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو المشابهة. قوموا بالإعجاب بالفيديو الخاص بي ومشاركته. أنا أحبكم، اعتنوا بأنفسكم وداعا.